ليفربول يقصدها سنويا مئات الطلاب من أنحاء العالم، وكان للكويتيين نصيب في المقاعد الجامعية. معكم الطالب فهد محمد الرويعي، طالب ماجستير على وجه التخرج إن شاء الله. أشكر الحكومة وأهلي وربعي وكل من وقف معنا وساعدنا في غربتنا طول هالمدة هذه. معكم أخوكم عثمان السليمان، أدرس Accounting and Finance في جامعة ليفربول. أحب أشكر أولا حكومة الكويت اللي قدمت لنا الدعم في تقديم المنحة لنا الدراسية خارج الكويت، وأحب أشكر تلفزيون الكويت اللي جانا هني واستضافنا. وتتميز مدينة ليفربول بالجامعات الكثيرة بها، وعلى رأسهم جامعة جون موريس وليفربول يونيفرسيتي. وحازت مدينة ليفربول بعاصمة الثقافة الأوروبية سنة 2008، وكونها مركزا ثقافيا عملاقا تجذب هذه المدينة عدد هائل من الطلبة الدوليين كل عام. السلام عليكم، معكم الطالبة زينب الموسوي، أدرس صيدلة بجامعة جون موريس. أول ما وصلت المحطة طبعا ضعت، السكن وين، العنوان وين، البوست كود وين، بس الناس كانوا وايد متساهلين واكثر من شخص يساعدك أنا وايد اشتقت حق الكويت بالاخص اهلي. طبعا اللي جمعنا بالغربة الديوانية، وطبعا هذا الشيء فاقدينه، والقهوة والشباب والقعدة. اكيد طبعا هني اول ما جينا قمنا نعرف نطبخ ونعتمد على نفسنا بكل شيء، نغسل ملابسنا، الصحون، كل شيء نسويه على بانفسنا، بس ما حد يعتمد عليه مثل الكويت خدم الاشياء هذه. أحب أشكر تلفزيون الكويت على جيتهم هني والسؤال عنه. من الصعوبات اللي واجهتنا من الحياة هني، طبعا الجو مختلف، البيئة مختلفة، العادات، الناس، والأمور الكثيرة اللي فقدناها، إن أحد يرتب لك شغلك، يكوي لك ملابسك، طباخك. بس بالمقابل الهدف هني الأسمى أو الأهم إنه هو الحصول على الشهادة، وتقربنا لهالشيء من أجل رفع اسم الوطن. من الحرم الجامعي في مدينة ليفربول الإنجليزية، كان معكم حسين الكعبي، تلفزيون دولة الكويت.